هنعمل النهارده كشري مصري وكله في حله واحده، وكمان هيطلع معاكم مفلفل ومش معجن. ندخل على الوصفه على طول ما نطولش عليكم. هنعمل اول حاجه البصل، وهجيب 3 بصلات وهبشرهم. دي الطريقه بتخليه مقرمش معانا. وبس كده البصل جاهز معانا، وهنضيف شويه ملح. هجيب حله وهنزل فيها بزيت ومش كتير. هضيف ليه البصل عشان يطلع معانا مقرمش، فاحنا كل شويه هنفضل نقلبه ما نسيبهوش. تاني حاجه اجيب شويه عصره جبه واحطهم في ميه على البوتاجاز واسيبهم، وهنيخ الحمص في ميه على البوتاجاز برضه. تاني حاجه هنعمل صلصه. هنجيب حله وننزل فيها شويه زيت وشويه توم ونفضل نقلب كويس. اول ما تحمر معانا هننزل بمعلقه صلصه كبيره وهنقلب كويس. بعدين هننزل ب3 معالق خل كبار. قلب كويس واضيف عصير الطماطم. وبعدين هضيف التوابل، وكل التوابل اللي انا حطيتها هكتبها لكم قدامكم على الشاشه. طبعا هنشوف البصل كل شويه هنفضل نقلب فيه. وبعدين اول ما يحمر معانا بالشكل ده هنطفي عليه، وهشوف الحمص استوى وهطفي عليه. طبعا الزيت اللي انا صفيته من البصل هحتاجه. وبعدين هعمل مكرونه الرز. هضيف الشعريه الاول وهفضل اقلب فيها لغايه ما تحمر معانا. وبعدين هغسل الرز كويس واضيفه، وافضل اقلب كويس مع الرز. وبعدين هضيف العدس الجبه اللي احنا سيبناه يغلي على النار شويه. وبعدين هضيف المكرونه وهقلب كويس. هكون مسخنه ميه، وابتدي ان انا اضيف الميه واحده واحده، واخلي بالي الميه ما تكترش عشان ما يعجنش معانا. وبعدين هضيف الملح واقلب كويس واوطي النار. وبعدين احط الصلصه ولو احتاج احط عليها. وبعدين هعمل الدقه، وهجيب حله وهنزل فيها بمعلقه زيت وفصين ثوم واشوحهم كويس، وهنزل فيهم بربع كوبايه خل. وبعدين ليمونتين كبار عصر. وبعدين هضيف الميه نص كوبايه ميه. وبعدين هضيف الملح. وبعدين هدفع الكشري زي ما انتوا شايفين مفلفل معانا ازاي، والدقه تكون جاهزه معانا. وابتدي بقى اللي اضيفها. وكده الطبق جاهز معانا، وجربوها هتعجبكم جدا.